احنا من سكنة محافظة بابل قضاء القاسم. الله يوصلك. عشيرة الجمهور. الاسم دكتور؟ الاسم رحمن حسين حمزة، وأولادي المريض منتظر رحمن حسين، والمتبرع انه على اساس انه يتبرع له بالنخاع قاسم رحمن حسين. شنو الكرامة صارت؟ الكرامة قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفيني. صدق الله العلي العظيم. التجأنا إلى باب من أبواب رحمة الله، ألا وهي شريفة بنت الحسن عليه السلام. بعد أن تم تشخيص مرض ولدي منتظر في مرض يسمى مرض الكوشر، مرض نادر الحدوث، يعني نسبته عالميا 200,000 شخص ينصاب شخص بهذا المرض. أما في العراق النسبة أكثر، لأن جنس البشر العراقي يقاوم لهذا المرض. فبعد إجراء التحاليل تم تشخيص مرض الكوشر. هذا المرض يؤدي إلى تضخم الطحال والكبد والدماغ. التجأنا إلى سيدتنا ومولاتنا الشريفة بنت الحسن. بتنا 3 أيام ليلة على ليلة. أجيبهم يباتون الصبح آخذهم، يباتون الصبح آخذهم. بعدها حسبنا أمرنا أنه نسافر للهند. راسلنا مستشفيات الهند، قالوا تعالوا حتى نسوي له زرع نخاع، ياخذون من أخوه نخاع عظم ويزرعوه بأخوه. فيزرعونه بأخوه حتى يقضون على هذا المرض. وهذا طبعا تكلف من 4 دفاتر إلى 5 دفاتر. من وصف هذا المرض؟ بالعراق؟ مختبرات مختبرات في الأنبار والبغداد. قالوا هذا المرض اسمه مرض الكوشر. طلعنا عليه بالإنترنت، فعلاجه يا إما زرع نخاع أو حقن إنزيم خاص كله 15 يوم. والحقنة الوحدة تكلف 19 ورقة. يظلوا يا العمر كله. شلون ابو الانسولين اللي يحقن بالسكر؟ شلون بالسكر ابو الانسولين؟ فلازم نحقن بانسولين بهذا المرض، عفوا بهذا الانزيم كله 15 يوم حقنه، والحقنه الوحده 19 ورقه تكلفتها. على مدى حياته؟ على عمره كله. او تجري عمليه زرع النخاع في مستشفيات الهند، تكلفتها من 4 إلى 5 دفاتر. اضافه الى انه نضحي باخوه اللي ياخذون منه نخاع، لربما واحد منه يتاثر. فما وجدنا انه غير الله واهل البيت وسيدتنا ومولاتنا الشريفه بنت الحسن. بتنا هناك 3 ايام قبل لا نسافر. حسبنا امرنا ورحنا، انا اخذتهم ورحت للهند. رحت للهند. اخذت الطرفين، اخذت المريض والمتبرع، سوينا مطابقه هنا ورحنا. طلعوا على تقاريرنا قالوا هذا المرض موجود. شافوا التقارير مع العراقيه. قالوا هذا المرض مشخص عندكم بالعراق. بس احنا بطبيعتنا نجري تحاليل جريئه. فبدأوا يجون سلسله من التحاليل، الدم، السونارات، الانفاس، الفتشي. ما تشخص المرض الا ان يسحبون له من ظهره. والظهر يسحبون النخاع على مستوى الازرق. نعم. فمن سحبوا هذا النخاع اجروا تحليل عليه، ورا 3 ايام طلعت النتيجه ما مشي. يعني هم متاكدين هسه حسب الفحوصات مال العراق؟ حتى الدكتور الهندي تفاجئ. قال هذا المرض اعراضه موجوده، بحيث التضخم موجود، طحال والكبد موجود. بس الكوشر وين راح اللي موجود بالنخاع العظم، المرض الموجود؟ ما موجود. نخاع العظم طلع سليم. فقال ما اعرف انه شنو صار. قلت له خليني احكي لك عن معتقدي. طبعا هم الديانه الهندوسيه، تعرفون انه الهند نعم توليفه من الديانات. هو من الديانه الهندوسيه والمترجم هندي يتكلم العربيه. قلت له خليني احكي لك عن معتقدي. احنا مسلمين، انتم تعرفون انه عندكم مسلمين، المسلمين هناك اقليه بالهند. قلت له احنا عندنا رسول الله وآل بيته دول، فأنا ما جيت لا ما التجأت إلى الله وأهل البيت. يعني سولفت إلى الطبيب الهندي مباشرة. فقلت له التمست الشفاء منهم، يلا اجيت حتى أقطع الشك باليقين. فهو يعني ما عقب رجل، بس قال المرض ما موجود. قال المرض ما موجود. قال خلينا نجري له بعد تحاليل أخرى حتى نتأكد. أجرى له عملية ناظور، دخلنا ناظور وهي كاميرا. شاف الطحال والكبد، قال حتى بني الاعراض بدني يخفض. يعني التضخمات الموجوده فيه بدات تنزل. ما شاء الله. فواحد حس احنا الحجيه واهلنا مطلوبين لنا انه كل واحد ياجر له سياره ونجي نوفي سيدتنا ومولاتنا الشريفه بنت الحسن. وجينا هسه نزور، التقينا بحضراتكم، نتشرف بكم. موفقين ان شاء الله. بركه الله واهل البيت، والله يوفقكم على هاي الخدمه. اتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى. الله يوديك. اهلا وسهلا. تشرف. بس هجنا بعد ويقول